اكتر حاجة مرعبة ممكن تحصل لك هو انك يكون ليك صاحب لفترة طويلة، ولكن مع الوقت بتكتشف ان صاحبك ده مش من البشر. ابطالي وبطلاتي، هلا والله، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. قصتنا النهاردة بتتكلم عن اصدقاء من الجن، فمستعدين لجرعة الرعب دي؟ تمام يعني؟ طب يلا نبدأ. صاحب القصة بيحكي وبيقول: أنا طارق من القاهرة وعمري 22 سنة، ومن حوالي سنتين بدأت قصتي لما كنت وقتها في سن العشرين. أنا في الوقت ده كان ليا صاحب قريب مني جدا، اتعرفنا على بعض احنا الاتنين من الشارع، وكنا طول الوقت مع بعض إما في الشارع أو في بيت أي حد فينا. ولكن في ليلة أحمد قال لي: احنا رايحين بكرة عند جدي في البلد، إيه رأيك ما تيجي تغير جو معانا؟ في البداية رفضت وقلت له: يا عم أنا مش من العيلة عندكم ومحدش يعرفني، وحاسس إن هكون ضيف تقيل عليكم، فبلاش أحسن. فقعد يقول لي: لا طبعا ما تقولش كده، احنا أهل يا عم، وبعدين أنت ما تعرفش حاجة عن كرم الفلاحين، تعالى بس معانا وأوعدك مش هتندم. فوقتها من إلحاحه وافقت، ولكن ندمت. تاني يوم الصبح رحت لأحمد بدري علشان اتحرك معاه، وركبنا عربية والده علشان نروح البلد. انا من اول ما خدت القرار حرفيا وانا حاسس اني عملت حاجة غلط، وكنت قلقان معرفش ليه. ولكن اول ما شفت شكل البلد نفسيتي هديت. اراضي زراعية في كل مكان وغيطان شكلها يرد الروح، ففضلت مع نفسي سرحان مع المناظر الجميلة دي. ولكن بعد شوية فقت على فرامل العربية، ببص قدامي لقيت بيت كبير، وكان واقف مستنينا على بابه راجل عجوز، كان واقف بشموخ كده وحاطط ايديه الاتنين على العكاز. فاحمد وابوه نزلوا من العربية وراحوا للعجوز، ووقتها اتفاجئت لما لقيت ابو احمد نازل على ركبته وبيبوس رجل الراجل، واحمد كمان لقيته وطى وعمل كده. والغريب ان لقيت احمد بيقول لي: يلا يا طارق انزل حب على رجل جدي. فاتضايقت جدا وقلت له: ده جدك مش جد انا. الراجل بص لي بصه شديده وكشر ودخل على البيت. احمد قال لي: والله العظيم يا ابني ده لمصلحتك. فقلت له: مصلحه ايه دي اللي هتجيلي لما ابوس رجله؟ ابتسم وقال لي: بكره تعرف. المهم ما حطيتش في بالي وساعدت احمد علشان ندخل الحاجه البيت. ووقتها وانا داخل لمحت حاجه كده على شباك من الشبابيك، ببص كده اتاكد لقيته قط اسود، كان باصص لي بصه غريبه قوي، كان مركز معايا انا بالتحديد، وكنت حاسس من نظراته انه عايز يأذيني. المهم دخلنا الحاجه وقعدنا في اوضه الضيوف. وقتها واحنا قاعدين الراجل العجوز دخل وقال: ازيك يا هاني؟ ده اللي هو ابنه. وقال تاني: ازيك يا احمد؟ وده حفيده. وبص لنا بتعالي كده وقال: وده بقى يبقى مين؟ فرد احمد وقال: ده صاحبي يا جدي. قال: تمام، صاحبك ايه اللي جابه هنا لما هو مش من العيله؟ وقتها بصيت لاحمد بغل لان هو اللي حطني في الموقف الزباله ده. فجيت واخد بعضي وقايم ماشي. الراجل الكبير حط ايده على كتفي وقال لي: اقعد. انا وقتها بصيت له وانا مبرق ومرعوب. الراجل ايده كانت شديده بشكل غريب ومش طبيعي. فوقتها قعدت وفضلت ابص له وانا ساكت. وبعد ما خلص كلام وسلام مع ابنه وحفيده مشي هو وابنه، وفضلت انا واحمد مع بعض. وقتها فضلت اهزق فيه لاني اتحركت بسببه، ولكن احنا الاتنين ما كناش قادرين نتكلم من التعب. ورحنا على الاوضه بتاعتنا ونمنا. النومه دي كانت صعبه جدا بسبب الكوابيس، وكان اغلب الكوابيس دي بتكون عباره عن قطط سودا عماله تهاجمني. فمن كتر الاحلام المزعجه دي قمت من النوم. ببص جنبي لقيت احمد في سابع نومه، فقمت انا علشان ادخل الحمام. ما رضيتش اقلقه وقلت اطلع واشوف الحمام فين. فضلت ماشي في طرقه البيت ومش عارف الحمام في انه باب، فلان البيت ما كانش فيه حريم قلت هروح لكل باب وافتحه لحد ما الاقي الحمام. وبالفعل عملت كده، واول باب بفتحه طلع لجد احمد. وقتها الراجل كان قاعد على الارض ومضلم الدنيا كلها، وكان مديني ظهره وماسك في ايده كتاب وعمال يقول كلام غريب ومش مفهوم. ومن ضمن الكلام اللي قاله كام كلمة بس اللي قدرت افهمها، وهما: ائتوني مسرعين للانتقام من طارق. وقتها اول ما سمعت اسمي اتخضيت. فالراجل وقتها حس انه واقف ولف وشه وبص لي، وكان باصص لي بصه كلها شر، مبرق عينه وجزز على اسنانه بشكل مرعب. فقفلت الباب بسرعه وجريت على الاوضه اللي كنا قاعدين فيها، وبدات اصحى احمد واحكي له على اللي حصل. احمد بص لي كده بطرف عينه وهو مش مهتم، وقال: ما انا قلت لك حب على رجليه وانت مرضتش. فاتغصت وقلت له: يعني ايه يعني؟ قال لي: يا عم ولا حاجه، قابل بس. فخبطته في كتفه وقلت له: نام. ونمت انا كمان على سريري وغمضت عيني علشان احاول اروح في النوم. ولكن وقتها فتحت عيني على صوت، كان صوت خربشه تحت السرير عندي، عمل مره كده وسكت. فانا وقتها قلقت
بس ما شغلتش بالي قوي. ولكن لسه هغمض عيني رجعت الخربشه تزيد اكتر من الاول، فقلت انزل اشوف ايه اللي تحت السرير بيعمل كده. وقتها رفعت الملايه وببص، ما لقيتش حاجه. تحت السرير كان ضلمه جدا، ولكن انا حاسس بصوت خربشه بسيط قدامي بالظبط. فمديت ايدي بالراحه كده اشوف في حاجه ولا لا، وفجاه الاقي ايدي بتتمسك واتشدت منها تحت السرير مسافه. ففضلت اصرخ واقول الحقني يا احمد. وقتها قام احمد يقول لي مالك يا طارق، بيتكلم ببرود وبيقول لي استنى هشوف لك جدي. فبقيت متفاجئ من رده ده وعمال اعيط من الالم. انا نص جسمي تحت السرير ومحشور في الخشب بتاعه. وطلع احمد ورجع بالجد. الجد وقف قدام وشي بالظبط وقال علشان تطلع من هنا حب على رجلي، ومد رجله عند بقي. واحمد واقف وعمال يضحك بشكل هستيري. انا وقتها كنت متفاجئ من اللي عمال يحصل حواليا، وكنت حاسس ان الناس دي فيها حاجه مش طبيعيه. ولكني لاني بطبع عندي قلت له لا مش هعمل كده. اول ما قلت كده اتشدت من دراعي بقوة أكبر، ولأن السرير مش عالي ومش هعرف أدخل تحتيه دراعي بقى هيتفصل حرفيا. ففضلت وقتها أصرخ وأبكي من الألم. ولكن في وسط الألم ده قلت يا رب. وقتها الإيد اللي كانت ماسكاني سابتني وزقتني لبره، فقمت وأنا ماسك دراعي وعمال ببكي. ووقتها لقيت طالع من تحت السرير نفس القط الأسود اللي كان قاعد على الشباك أول ما جينا، وكان بيبص لي بنفس نظرات الشر. فاتأكدت وقتها إنه جن. العجوز وقتها لقيته بيقول لي أنت مش سهل، ولكن لازم هتيجي وتحب على رجلي. فحسيت وقتها إن اللي بتعامل معاهم دول إما عبدة شيطان أو دجالين. وحتى أحمد زيهم لأنه كان عمال يضحك ومبسوط. ولكن ما جاش في بالي اللي هتعرفه دلوقتي. وقتها لما شفت الوضع كده خدت بعضي وطلعت أجري من البيت. وكان الوقت ساعتها قرب الفجر، وانا ماشي في الشارع ومش عارف اروح فين سمعت صوت مرعب. كان صوت عامل زي زمجرة الكلب، ولكن مش صوت واحد، ده كذا صوت. فبصيت ورايا برعب، لقيت ورايا بالظبط 3 كلاب شبه الفحم، والتلاتة بيبصولي ومكشرين عن انيابهم، وكانوا عمالين يزوموا عليا. وفجأة بدأوا يجروا ناحيتي. كنت عمال اصرخ علشان اي حد يطلع من بيته ويلحقني، ولكن مفيش اي حد طلع، كأنهم مش سامعيني. لحد ما خلاص ال3 كلاب بقوا ورايا بالظبط، وكلب فيهم نط على ظهري ووقعني على الارض. فلفيت بسرعه وفضلت احاول ابعده عني، ولكنه كان ضخم جدا وقوي جدا، وحط ايديه الاتنين الضخمه على دراعاتي وثبتني في الارض. وبقى عمال باصص لي وهو مبين انيابه وعمال يلحسهم بلسانه، وكأنه هيبدأ يلتهمني دلوقتي. ولسه بيقرب من وشي هو والكلبين التانيين، فجأة وقفوا ودانهم وسابوني وطلعوا يجروا. والمرعب انهم وهم بيجروا فجأة لقيتهم وقفوا على رجليهم اللي ورا بس، وتحولوا وبقوا بشر. ومن ظهرهم كده كان شكلهم الجد واحمد وابوه. ووقتها على طول الفجر أذن، واعتقد ده اللي خلاهم سابوني وجريوا. فقمت بسرعة من على الأرض وقمت جري على محطة القطر لحد ما طلع النهار، وركبت القطر وروحت. ولما رحت البيت وحكيت لأهلي على اللي حصل، والدي ما بقاش مصدق. وفي نفس اليوم والدي راح على البيت اللي وصفته له، وهناك لما راح وسأل الناس ودوه فعلا. ولكن لما بص للبيت لقاه مهجور. فسأل هو البيت ده كان فيه فلان وفلان؟ الناس قالوا له ايوه، ولكن دول ميتين بقالهم اكتر من 70 سنة، لما البيت ده ولع بيهم وهم في قلبيه. فابويا كمان كان هيتجنن، لان هو عارف احمد ده من زمان وعارف انه صاحبي وبيجيلي. فرجع تاني القاهرة وراح يبص على بيته. وقتها البيت اللي كان شكله حلو اللي وداني لاحمد فيه كذا مرة لقاه بيت مهجور والعنكبوت معشش عليه من كل مكان. فعرف والدي اننا ما كناش بنتعامل مع بشر. وفي يوميها جاب لنا شيخ علشان يحصن لنا البيت. متخيل معايا كم الرعب بعد سنين الصحوبية دي كلها ما طلعش بشر، ومن وقتها لحد النهاردة ما ظهرش تاني. ودي كانت اخر جملة في الرسالة. ولحد هنا بتنتهي القصة وبينتهي معاها فيديو النهاردة. لو عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك. كان معاكم عبد العزيز او ملك الليل.